احمد فتوح حط نفسه في كارثة او مصيبة. هو متهم دلوقتي بانهاء حياة امين شرطة. كان راجع من العلمين ورايح على القاهرة. ف تقريبا كان شارب، يعني تقريبا كان شارب مخدرات، وبعدين دهس امين الشرطة، فامين الشرطة توفي وانتقل الى رحمة الله سبحانه وتعالى على الفور. الحقيقة الجريمة جريمة شديدة جدا، وعقوبتها هتبقى شديدة على أحمد فتوح. لاعب موهوب خلص على نفسه بنفسه. لاعب موهوب كانت الأندية بتتهافت عليه، وكان فيه كلام بيقال إن هو هيروح الدوري السعودي، وكان هيروح بمبالغ كبيرة جدا. النادي الأهلي كان مفتقد حد زي أحمد فتوح، وكان بيستهدف التعاقد معاه علشان خاطر يعوض غياب علي معلول في الإصابة أو بعد اعتزاله. فأحمد فتوح من القطع اللي كانت المفروض إنها كانت نادرة، أو نادرة الوجود في الكرة المصرية، ولكن استهتار، عدم التزام، طيش، حاجات كتير جدا جدا جدا، وإهمال في النفس. أهمل في نفسه كتير، وأهمل في حق نفسه علشان خاطر يوصل للي هو وصل له النهارده بسبب تعاطي المواد المخدرة، ووصوله النهارده الى ان هو متهم بانهاء حياة امين شرطة في احد الاثمنة على طريق مصر اسكندرية الصحراوي. تعالوا نشوف الحوار ايه. الحوار ملخصه محمد صبحي حارس الزمالك، واحمد فتوح باك شمال نادي الزمالك. الاتنين كانوا في العالمين بيقضوا الاجازة الصيفية، خصوصا بعد قرب انتهاء الدوري المصري. خلاص، يعني خلاص فاضل 3 ماتشات تقريبا عشان خاطر النهائي. فاللعيبه مريحه وواخده اجازه، طلعوا على العلمين علشان خاطر يقضوا اجازتهم، وهم راجعين على طريق مصر اسكندريه الصحراوي في احد اكمنه الشرطه. احمد فتوح دهس امين شرطه، وكان تقريبا تحت تاثير المخدرات. اذا فاحمد فتوح معرض دلوقتي لتهمتين: تهمة تعاطي المواد المخدرة او قيادة سيارة تحت تأثير المخدر، وتهمة انهاء حياة امين شرطة. ودي المصيبة او الكارثة الاكبر. الكلام بيتقال دلوقتي لان هو تم احالته الى النيابة العامة، و يعني هيتحبس 4 ايام على ذمة التحقيق. محمد صبحي خلاص طلع من النيابة، لكن احمد فتوح لسه متواجد الان علشان خاطر هو صاحب السيارة وصاحب الواقع ده. يعني ده الملخص السريع او التفاصيل الخاصة بحبس اللاعب احمد فتوح. ايه العقوبة اللي ممكن يتعرض ليها؟ العقوبة هي اولا الحبس، والحبس هتبقى يعني عقوبة مشددة جدا. حبس مشدد هيبقى على احمد فتوح. فاحنا لسه مش عارفين ايه اللي هيتم الفترة اللي جاية. هيتم تدخل حد من قيادات نادي الزمالك ولا لا؟ ده اللي لسه هنعرفه الفترة اللي جاية.